اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. النهارده جاي اتكلم عن موضوع كده مختلف شويه. انا بحب سامسونج جدا، وده مش عشان اي حاجه، عشان هي بتقدم لي شويه حاجات كده هوضحها لكم. عشان كده عنوان الفيديو ده بيقول ايه؟ بيقول ليه تشتري سامسونج وما تشتريش اي موبايل تاني. بتكلم طبعا على عالم الاندرويد، ماليش دعوه بالاي او اس او الايفون. انا بتكلم على لو انت عاوز تشتري موبايل. لما بيجي حد يسالني دايما بوجهه لسامسونج في اي فئه. ليه بقى؟ ليه بعمل كده؟ ببساطه من غير اي رغي كتير. هنعمل شويه نقط مع بعض، او اوضح لكم شويه نقط مع بعض ليه انا برشح سامسونج دايما. اول حاجه، ودي يعني يعتبر الاساس اللي بنبني عليه كل حاجه بعد كده، واجهه سامسونج. السوفت وير بتاع سامسونج. واجهه سامسونج هو من اقوى الواجهات على الاطلاق، اقوى سوفت وير على الاطلاق. اكتر سوفت وير او اقوى فيتشرز موجوده في السوفت وير بتاع سامسونج. بص، مفيش اي شركه تانية بتعمل موبايلات بنظام الاندرويد قادره توصل للسوفت وير بتاع سامسونج. مش هتعرف مهما كانت كويسه. مش معنى كده يا جماعه ان انا بقول ان الشركات التانية وحشه، مش قصدي كده. بس قصدي ليه انا بقول سامسونج افضل، ليه سامسونج افضل، ليه سامسونج رقم واحد على مستوى العالم لحد النهارده. الموضوع ده مش من فراغ، يعني الموضوع ده مش عشان هي رقم واحد بالكذب. دي هي رقم واحد، بعد كده ابل. ليه ده حاصل؟ عشان الكلام اللي انا هقوله ده. فالسوفت وير هو اقوى سوفت وير على الاطلاق. طيب ده بيؤدي لايه بقى يا شباب؟ بيؤدي لحاجه مهمه جدا. بيؤدي ان حضرتك في استقرار تام في الاستخدام. يعني الموبايل مش بعد 6 شهور، بعد 7 شهور، بعد سنه تلاقيه بيقل منك في الاداء. الكلام ده ما بيحصلش في سامسونج حقيقي. سامسونج فيها حاجه مهمه جدا. بتمسك العلبه كده بتاع سامسونج والموبايل بتاعك الجديد، وتطلع الجهاز من العلبه بتاعتك. الجهاز مستقر، بيفضل بنفس الاداء بتاعه بعد 2-3 سنين. ليه ده بيحصل بقى؟ لان السوفت وير قوي. فلو الموبايل بتاعك طالع اصلا من العلبه ضعيف، هو اصلا طالع بيهنج من الاول. ليه؟ امكانياتك ضعيفه، 2 جيجا رام مثلا، بروسيسور ضعيف، فهو طالع بيعمل لاج. فهو طالع بيقول لك بص، انا موبايل بيهنج، بالراحه عليا. فهو بيوضح لك اداؤه من البدايه، وبيفضل مستقر على هذا الاداء. طيب لو انت جايب موبايل بروسيسور قوي ورامات قويه والدنيا حلوه، هيفضل يديك نفس القوه بعد 2-3 سنين. ميزه سامسونج ان هي مستقره في السوفت وير بتاعها. تاني حاجه هنتكلم عنها وهو برضو عن السوفت وير، وهو التحديثات. تحديثات سامسونج النهارده، اي موبايل انت بتشتريه من سامسونج النهارده بيدي لك تحديثات مينيمم، حد ادنى 3 سنين. الكلام ده مش موجود في اي شركه. الكلام ده مش موجود في اي شركه حرفيا. دلوقتي مفيش شركه بتقول لك ان انا لما هديك موبايل هقدر احدثه لك لمده 3 سنين. الكلام ده مش حاصل. الموضوع ده عملته سامسونج قريب واعلنت عنه قريب، لكن الحقيقه هي بتعمل ده من زمان. يعني انا معايا جهازي اللي هو السامسونج نوت 10 لايت ده، لحد النهارده بعد 3 سنين استخدام وقوه في الاستخدام، انا مش برحم الجهاز بتاعي. لحد النهارده في تحديثات، لحد النهارده سوفت وير مستقر جدا معايا، لحد النهارده الكاميرات بتديني نتائج مبهره. فاهمين ازاي؟ فالسوفت وير هو القاعده الاساسيه. الشركات التانية بقى بتعمل ايه؟ بتديك ارقام. يعني مثلا في الكاميرات 108 ميجا بكسل، مش عارفه كام جيجا رام، مش عارفه البروسيسور عامل ايه. طب ماشي، تعالى بقى قول لي على الاستخدام بعد 6 شهور، بعد سنه، الاستقرار ده هيبقى عامل ازاي؟ هل معنى كده ان الشركات التانية وحشه؟ لا، الشركات التانية مش وحشه. ما الشركات التانية بتديك منتج ارخص. ما هي برضو كل حاجه ليها ميزه وعيب. لكن انا بوضح لك ليه سامسونج بالذات. سامسونج اغلى النهارده، سامسونج اغلى بما لا يقاس. النهارده لما بتشتري موبايل سامسونج بتدفع عليه، بتحط عليه كده 450 او 500 جنيه حد ادنى عشان تجيب شاحن اصلي. فاهمني ازاي؟ فبالتالي سامسونج اقوى كجهاز، لكن اغلى، عشان نكون متفقين. طيب الحاجه الثالثه او الحاجه اللي بعد كده، سامسونج بتديك ضمان مش موجود في اي حته تانية. بمعنى ايه؟ هل الضمان بتاع سامسونج ما فيهوش اي غلطات؟ يعني كلهم ملايكه؟ لا، في غلطات، وفي غلطات رخمه، لكن اقل غلطات او اقل رخامه هي ضمان بتاع سامسونج الحقيقه. طيب رقم 4، الكاميرات الحقيقه انا عايزك تجيب كاميرات من نفس الفئه. اختار لك اي فئه، ويجيب مثلا اوبو على شاومي على فيفو على سامسونج على اي حاجه، على انفينكس، حطهم كده جنب بعض وصور. انا بتكلم تختار لك فئه واحده، فئه مثلا 6000 جنيه، وشوف الاداء بتاع كل الكاميرات. سامسونج هتتفوق، يعني هتتفوق.
فمستحيل الكل يتساوى، مستحيل، مش ممكن. سامسونج دايما متفوقه في الكاميرات، سواء الفوتوغرافر الصور العاديه او الفيديوهات. فدايما ما تبصش للرقم او للارقام بتاعه الشركه بتدي لك كام ميجا بكسل، كام رام، كام بروسيسور. بص على السوفت وير. ليه ابل الناس بتجري عليها وبتقول لك ان الجهاز ده جامد جدا وحلال فيه الفلوس وبيدفعوا فيه عشرات الالافات؟ ليه؟ جهاز بيقعد بال8 سنين وال10 سنين، النهارده في اجهزه بال10 سنين شغاله لحد النهارده، سوفت وير قوي. فلو ما فيش سوفت وير قوي ما فيش جهاز. ما تكلمنيش عن جهاز سنه واقلب، سنتين يا سيدي، فاهمني؟ ده يوم ما انت بتكون حنين عليه يعني. فبالتالي موضوع السوفت وير ده بيترتب عليه كل حاجه بعد كده. طيب رابع حاجه او خامس حاجه، الشاشه. جيب لي شاشه تي اف تي من سامسونج، وشاشه ثانيه اي بي اس من اي شركه ثانيه، وحط الاثنين جنب بعض. طبعا الوان سامسونج بتتفوق. حط الاثنين تحت اشعه الشمس، برضه سامسونج بتتفوق. ليه ده حاصل؟ بسبب جوده الشاشه مع السوفت وير. برضه احنا بنرجع لنفس النقطه. بصوا يا جماعه، لو ما فيش سوفت وير قوي ما فيش جهاز، لو ما فيش موتور قوي ما فيش عربيه، ببساطه يعني الموضوع بسيط. علشان كده انا برشح سامسونج لاي حد. سامسونج فيها عيوب جدا، فيها عيوب، لكن الحقيقه هي اقل عيوب من اي شركه تانية. النهارده عندك مثلا شركه زي اوبو مثلا طلعت من السوق المصري، اجهزتها موجوده دولي، فانت حضرتك لو اشتريت جهاز طبعا كويس وكل حاجه وزي الفل، لكن مفيش ضمان لو حصل حاجه. هتقول لي كاميرات اوبو بص مفيش احلى منها. هقول لك كاميرات اوبو او الكاميرات بتاع فيفو او اوبو او الكلام ده بتعتمد ان هي بتخلي الصوره واضحه كده منوره. ده مش صح على فكره، ده مش صح خالص. الصوره لازم يكون فيها تفاصيل، لازم يكون فيها حاجات كتير جدا غير ان هي تكون منوره وعجباك. انت لو مش محترف في التصوير فانت مش هتفرق معاك، لكن لو هتفرق معاك لا هتروح لسامسونج. عاوز كاميرات يعني سامسونج، سواء في اي فئه، انا ما بتكلمش على فئه معينه. يعني انت لو راجل معاك 4-5 آلاف جنيه وعايز تجيب جهاز، انا هقول وتقول لي انا عايز احب التصوير، هقول لك روح جيب سامسونج. فاهم ازاي؟ لان الكاميرا في السامسونج بتتفوق. الدليل الاقوى ان كاميرات سامسونج هي الاقوى وهي المنافس الاقوى لابل، ان لما ابل بتطلع الجهاز بتاعها الايفون بتاعها الجديد ايا كان في سنه كام، تيجي سامسونج تطلع الجهاز بتاعها ايا كان برضه في سنه كام الفلاج شيب بتاعها، ويعملوا بينهم مقارنه بين الكاميرات. ما بيعملوش مقارنه بين اجهزه تانية. ليه؟ لانهم عارفين هم بيتعاملوا مع مين. اخر حاجه تعال نشوف هو سامسونج بقالها كام سنه شغاله في الالكترونيات وشغاله في الموبايلات. خبره كبيره جدا. تعال بقى شوف اي شركه تانية هتلاقي عمرها اخره 20 سنه، يعني ده كبرها 15 سنه. لكن ما تجيبش واحد هاوي زي واحد خبير. فعشان كده منتجات سامسونج هي الاكتر منتجات معمره، اكتر منتجات بتديك قيمه مقابل سعر. ممكن تكون غاليه لكن هي قيمه مقابل سعر على المدى الطويل مش على المدى القصير. اتمنى ان قدرت اكون فدتكم. لو احتجت اي سؤال انا مستنيك تحت في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي لكم.